بين الحصون والقلاع ووعورة الجبال انطلقت أولى خطوات أشهر فرقة اغتيال في التاريخ الإسلامي. أجادوا عملهم المتخفي باحترافية ومهارة عالية، حتى انتشر اسمهم وثقافتهم حول العالم، وأشيعت عنهم الكثير من القصص والحكايات المثيرة، حتى أنهم ألهموا صناع أحد أشهر سلاسل ألعاب الفيديو الأسطورية Assassin's Creed الحشاشون كيف ظهروا، ولماذا أرادوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي، ولماذا عجز السلاجقة والفاطميين والأيوبيين عن القضاء عليهم. وقبل كل هذا ليش سموهم الحشاشين أصلاً؟ في ملف اليوم نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة. مع نهاية القرن الخامس الهجري كانت سلطة الخلفاء الفاطميين ضعيفة نوعا ما، والحكم كله بيد الوزراء، ومن أشهرهم الوزير الأفضل الجمالي اللي كانت عنده سلطة مطلقة على الدولة. بهذه الفترة توفى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ولأن الوزير الجمالي بيده كل شيء قرر سحب ولاية العهد من الابن الأكبر الخليفة نزار وأعطاها للابن الأصغر والأضعف المستعلي بالله. وهني بالتحديد حدث الانشقاق وظهر الحشاشين. بس شلون؟ وسط هالأجواء المحتقنة سياسياً ظهر على مسرح الأحداث شخص اسمه الحسن بن علي الحميري. الحسن كان موجود خلال فترة خلافة المستنصر بالله في مصر، وسمع منه بشكل مباشر أن جعل ولاية العهد في ابن نزار ليكون هو الخليفة من بعده. لذلك لما قرر الأفضل الجمالي إزاحة نزار اعترض الحسن وانشق عن الدولة الفاطمية وغادر مصر متجها إلى بلاد فارس، وبدأ هناك نشاطه في تأسيس فرقته، فرقة النزارية اللي عرفت فيما بعد بالحشاشين. لما وصل بلاد فارس واجه صعوبة في نشر دعوته، لأن بلاد فارس في ذلك الوقت كانت تحت الحكم السلجوقي اللي يتبنى منظومة عقدية تخالف المذهب اللي يدعو له الحسن. لذلك كان حريص على نشر دعوته بكل هدوء وسرية، ورغم قلة عدد الأتباع اللي تمكن من إقناعهم إلا أنه كان عنده طموح أن تشمل دعوته بلاد فارس كلها. فاجتمع الطموح العظيم رغم قلة الأتباع مع قوة كاريزما المؤسس، لتنتج عن هالأسباب الثلاثة أخطر فرقة اغتيالات في التاريخ. لكن شلون حصل هالشيء؟ كانت بداية دعوة الحشاشين دعوة سرية، بمعنى أنهم يتجهون للأفراد كل واحد على حدة، ويحاولون استمالتهم ويدعونهم إلى أفكارهم بشكل تدريجي. إذا قبل بالفكرة الأولى أخبروه باللي بعدها، وهكذا حتى يضمنون ولاءه واتباعه. وبأحد المرات حاولوا استمالة أحد المؤذنين بأصفهان ودعوته لمذهبهم، فلما رفض المؤذن الاستجابة وما قبل تبني أفكارهم اذبحوه. بهاللحظة انتبه الوزير نظام الملك لمدى الخطر اللي شكل الحشاشين على دولته، وأنهم ما يعتبرون مجرد دعوة عقائدية، بل أصبح عنده يقين تام أنهم يطمحون لشيء أكبر. لذلك قرر القضاء عليهم، وبدأ فعلياً بملاحقتهم بشكل جاد وحازم. فاضطر الحشاشين إلى التخفي والهروب المستمر من ملاحقة السلاجقة، ومع حياة التخفي والتنقل السريعة اللي استمرت سنوات عديدة توصل الحسن إلى طريقة أخيرة تخليه يتخلص من هالملاحقة السلجوقية، وكانت الفكرة هي الحصول على حصن منيع يتمركز فيه مع أتباعه ويجعلهم مأمن من أي ملاحظة. فاتجهت أنظاره لجبال الديلم في شمال فارس، ووجد فيها مكان مناسب لتحقيق غرضه. فالمنطقة جبلية ووعرة ومعزولة، وسكانها ما يحبون السلاجقة، لذلك تمكن الحسن من استمالتهم بسهولة، واختار قلعة آلموت اللي تعتبر من أحصن القلاع على الإطلاق، وجعلها مركز لقيادة الحشاشين. لحد الآن ما تكلمنا عن كلمة حشاشين، شنو معناها وليش سميت هالفرقة بهالاسم. أتى المصطلح من طبيعة تعامل أتباع هذه الفرقة مع أعدائها، وهي الاغتيال بتخفي وسرية ومهارة عالية.
كانت عملياتهم بالاغتيال تتطلب بجانب المهارة العالية جرأة كبيرة وإقبال على الموت دون تردد أو خوف. هالشيء ما كانوا يقدرون يحققونه بالصورة المطلوبة إلا من خلال تعاطي الحشيش قبل تنفيذ العملية. فالحشيش راح يغيبهم جزئياً عن الوعي ويجعلهم ما يلتفتون لخطورة الموقف، ولهذا السبب تمت تسميتهم بالحشاشين. المهم خلونا نتعرف شوية على أكبر مميزات الحشاشين. الاغتيالات. من أهم وأشهر وأول الاغتيالات اللي نفذها الحشاشين هي اغتيال الوزير السلجوقي الشهير نظام الملك، واحد من أعظم الوزراء في التاريخ الإسلامي. بس شلون؟ بالوقت اللي زاد فيه انتشار دعوة الحشاشين وتوسع فيه نفوذ مؤسسهم الحسن خصوصاً بأطراف بلاد فارس الجبلية والصحراوية، قرر السلطان ملك شاه وبإيعاز من وزير نظام الملك أن تكون القوة هي الخيار الوحيد للقضاء على الحشاشين. فتوجهت حملات السلاجقة لقلعة الحشاشين وحاصرتها، وعرض على الحسن ورجاله الاستسلام، لكن الحسن رفض وظل متحصن في القلعة. وخلال فترة الحصار استطاع أحد فدائييه أن ينفذ وبمهارة عالية عملية اغتيال الوزير نظام الملك عدوهم الأول. الحادث حصل بالعاشر من رمضان سنة 485 من الهجرة. بعد ما انتهى الوزير من إفطاره وخرج إلى خيمة نسائه، جاء صبي من الحشاشين متنكر في صورة مستغيث، فطعن بالسكين طعنة قاتلة ثم هرب. الحشاشين هم فرقة ظهرت في القرن الخامس الهجري، وتعتبر من الجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بالحوار السلمي مع الأفكار المخالفة، وانتهجوا منهج الاغتيال والتصفية الجسدية لخصومهم في الأفكار. ومن أشهر من تم اغتياله من قبل الحشاشين في التاريخ هو الوزير السلجوقي والمنظر الإداري والسياسي الكبير نظام الملك الطوسي، لأنه كان ببساطة معيقاً أمام نشر أفكارهم. ومن عجيب أمرهم أنهم تحولوا بعد انتهاجهم للاغتيال السياسي في سبيل نشر أفكارهم الخاصة، إلا أنهم جعلوا من أنفسهم مرتزقة يقومون بعمليات اغتيالية بمقابل مادي مغري من بعض القيادات السياسية في ذلك الزمن. كان اغتيال نظام الملك ضربة قوية وخطيرة جدا بالنسبة لفرقة الحشاشين، أضعفت موقف الدولة السلجوقية، خصوصا أن الحادث ترافق مع وفاة السلطان ملك شاه اللي تشتتت السلطة بعده بين أبنائه. هالتشتت اللي أصاب السلاجقة دفع بالحشاشين إلى الانتشار والتوسع والسيطرة على قلاع أخرى، وحتى أنهم استعادوا نشاطهم في أصفهان نفسها اللي كانت عاصمة للسلاجقة. واستمرت العلاقة بين السلاجقة والحشاشين تدور بين حصار لقلاعهم ومناوشات قليلة ثم اغتيالات هنا وهناك. لكن بالمحصلة قلعة آلموت والحسن والاغتيالات بقوا مثلث سليم ما مسسوه وما تغير. خلونا ناخذ استراحة قصيرة من وعورة آلموت وبلاد فارس، ونتوجه بأنظارنا نحو بلاد الشام، ونسأل السؤال المهم: شلون تمكن الحشاشين من محاولة اغتيال صلاح الدين الأيوبي؟ طوال مدة وجود الحشاشين ببلاد فارس كان دعاتهم يتحركون أيضاً ببلاد الشام، ورغم قلة عددهم لكنهم استطاعوا نسج علاقات مع بعض أمراء ولايات الشام مثل حلب ودمشق، ومن خلالهم زاد نشاط الحشاشين وانتشرت دعوتهم بشكل أكبر. بالنسبة لصلاح الدين فهو رغم كونه يشوف الحشاشين أعداء خطيرين يهددون الدولة اللي يعمل على بنائها، لكنه ما كان مركز معاهم بشكل كبير. ومثل ما اعتبرهم صلاح الدين خطر على دولته، الحشاشين أيضاً كانوا يشوفونه خطر عليهم، ويعتبرون وجوده عائق كبير ويمنع تحقيق طموحاتهم، ولذلك قرروا يواجهونه بأسلوبهم الخاص. فالتقت إرادة وزير حلب كمشتكين اللي كان محاصر من قبل صلاح الدين مع إرادة الحشاشين ورغبتهم في التخلص من صلاح الدين، فأرسل وزير حلب الأموال إلى سنان رئيس الحشاشين ببلاد الشام وأغراه بالمال من أجل قتل صلاح الدين. وبالفعل هجم مجموعة من الحشاشين على صلاح الدين وهو بمعسكره، لكن المحاولة فشلت وانمسك منفذي العملية. بالرغم من فشل المحاولة إلا أنها ما أحبطت عزيمتهم،
لذلك أعادوا محاولة الاغتيال مرة أخرى بعد سنة، وهي الحادثة اللي يرويها المؤرخ ابن الأثير ويقول: بينما صلاح الدين يوما في خيمة لبعض أمرائه إذ وثب عليه باطني فضربه بسكين في رأسه فجرحه، ولولا أن المغفر كان تحت القلنسوة لقتله. فأمسك صلاح الدين يد الباطني بيده، إلا أنه لا يقدر على منعه من الضرب بالكلية، إنما يضرب ضربا ضعيفا. فبقي الباطني يضربه في رقبته بالسكين، فجاء أمير من أمرائه اسمه يازكش، فأمسك السكين بكفه فجرحه الباطني، ولم يطلقها من يده إلى أن قتل الباطني، وركب صلاح الدين إلى خيمته كالمذعور لا يصدق بنجاته. بعد هالمحاولتين الخطيرتين غضب صلاح الدين وحزم أمره على القضاء على الحشاشين وقتالهم في معاقلهم، فحاصر قلعة مصياف اللي تعد أعظم حصونهم وضيق عليهم بشكل كبير حتى توسط الحشاشين عند خال صلاح الدين الأيوبي ليقنعه بالصلح وإيقاف الحصار. وبسبب دهاء صلاح الدين السياسي قرر أنه يقبل الصلح ويستوعب الحشاشين ويحتوي خطرهم عشان يقضي على أسباب التشتت ويصب تركيزه على غايته الكبرى وهي تحرير بيت المقدس. وبالفعل استطاع صلاح الدين من خلال هالصلح من تحويل الحشاشين من أعداء وخصوم إلى عناصر تساعده في قتاله ضد الصليبيين، ونجح بتوظيف مهاراتهم في القضاء على عدد من قادة الجيوش الصليبية. استمرت هالصداقة والسلام بين صلاح الدين ورشيد الدين سنان قائد الحشاشين في الشام حتى توفوا بعد 17 سنة، حتى جاءت اللحظة الفاصلة في تاريخ الحشاشين، وهي لحظة اقتراب التتار من بلاد فارس بالقرن السابع الهجري. كان ركن الدين خورشاه هو من يتولى أمور حركة الحشاشين، فحاول كسب التتار وأنه يحيد خطرهم، لكن هالشيء ما نجح معاهم فعلياً، لأن التتار مدركين للخطر اللي تشكله الحركة. فتقدم هولاكو نحو قلاع الحشاشين وحاصر القلعة اللي كان فيها ركن الدين وانسحب الاستسلام، وبلغ أن الأمان له وللحشاشين فيما لو استسلم. وهذا اللي صار، طاح الحشاشين بفخ التتار واستسلمت جميع القلاع اللي كان من بينها قلعة آلموت. والنتيجة أن التتار ما وفوا بوعدهم ودمروا جميع القلاع اللي استسلمت، واقتلوا كل اللي وقع تحت أيديهم من الحشاشين. بعد أكثر من قرنين من الزمان حافظ الحشاشين على وجودهم، اتسعت فيها مناطق نفوذهم وزادت أعداد أتباعهم، واستولوا على أكثر من 100 قلعة حصينة. عجز السلاجقة عن القضاء عليهم، وكذلك عجز الأيوبيين وبعدهم المماليك، حتى طويت صفحة الحشاشين على يد المغول عام 654 من الهجرة، فسقطت قلعة آلموت وسقطت معاها سلطة الحشاشين وطموحاتهم السياسية والدينية والاجتماعية، وكتبت نهاية أقوى وأشهر فرق الاغتيالات في التاريخ الإسلامي. إلى اللقاء.